وسعدتم ظهيرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الظهيرة. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. مشاركة شعبية فاعلة لبرامج التنمية في بريخ. نجاح 90% من البرامج الموضوعة في مديرية تسني. جهود لضمان صحة الماشية في حقات. قتلى في هجوم انتحاري قرب مقر المخابرات الأفغانية بكابول. وزير الخارجية الروسي يدعو أمريكا وكوريا الشمالية لبدء محادثات ثنائية. وفيتنام تتأهب لاستقبال إعصار تنبيذ. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت إدارة مديرية بريخ بالإقليم الأوسط عن تنفيذ فاعل لبرامج التنمية لعام 2017 بمشاركة شعبية قوية. وأوضحت مديرة المديرية السيدة لول أسرات في التقرير الذي قدمته في الاجتماع التقييمي الذي عقد يوم 25 من ديسمبر في تسعادا كريستيان. أوضحت إنجاز برامج إعادة توزيع الأراضي الزراعية وإجراء انتخابات المدراء ولجان القرى في الضواحي بمشاركة كبيرة من الشعب ومشاركة أكثر من 10,000 مزارع في عملية رش المبيدات الحشرية لإبادة دودة الحشد استمرت 19 يوما وصيانة الطرق الترابية والتشجير وإصحاح البيئة. وأشارت إلى نمو 85% من أشجار البان التي زرع أكثر من 280 ألف شتلة منها، ورغم وضع برنامج لتشجير جانبي الطريق تسعادا كريستيان تسعزقة إلا أنه لم ينفذ بعد. وأشارت إلى أن برامج العام المقبل تشمل تحصيل ضريبة الماشية والمزروعات والدفع ببرامج إصحاح البيئة وتنفيذ البرامج الموضوعة. أعلن في الاجتماع التقييمي الذي جرى في 23 من ديسمبر الحالي في مدينة تسني عن نجاح 90% من البرامج الموضوعة للتنفيذ في العام 2017 في المديرية بالتنسيق بين المواطنين والجهات الحكومية وغيرهم من شركاء العمل. كما تم الإيضاح بأن إعادة توزيع الأراضي ومراقبة التجارة غير القانونية والأمراض العابرة للحدود والنفير التنموي الأهلي ومراقبة بناء السكن غير القانوني بالإضافة إلى بناء منازل للمعاقين المراعين كانت من أهم المهمات التي تكللت بالنجاح. وأشار التقرير المقدم إلى مشاركة المواطنين الفاعلة في عملية رفع أعمدة الكهرباء ونشر أنابيب المياه وأنشطة التشجير بالإضافة إلى جمع المحصول منظمين حسب مناطقهم. كما يجري العمل لإكمال النواقص والقصور التي تعيق تقدم سير العملية التعليمية في المديرية والمتمثلة في البنية التحتية للمدارس بالتنسيق بين إدارة المديرية والمواطنين. وقال مدير مديرية تسنية السيد تسفالم أن المديرية أدخلت في العام 2017 برامج عمل وكيفية تنفيذها والأسلوب الذي تتبعه وهو ما يلعب دورا كبيرا في إنجاح البرامج بفعالية. تم تطعيم حوالي 100,000 رأس من الماشية في الفترة من 21 وحتى 23 من ديسمبر في مديرية حقات لضمان صحة الماشية ورفع الإنتاجية. وأوضح السيد محمد عبد الله من مكتب وزارة الزراعة في المديرية أن التطعيم الذي جرى ضد الأمراض الباطنية والخارجية يأتي ضمن حملة التطعيم السنوية. ودعا المزارعين إلى توطيد العلاقة مع المعنيين وتطبيق الإرشادات المقدمة. وأشار أصحاب الماشية إلى أن التطعيم السنوي لماشيتهم أسهم في الحفاظ على صحتها ورفع الإنتاجية. وقد تم في الحملة تطعيم أكثر من 75 ألف رأس من الماعز والأغنام وأكثر من 16 ألف رأس من الأبقار وحوالي 4 ألف رأس من الإبل وحوالي 4 ألف رأس من الدواب. أكد اللقاء الذي عقد للطالبات في مديرية لوغو عن سبع على ضرورة تعزيز منظمات المرأة من أجل تقوية مشاركتها في البرامج التنموية وتعزيز الاستفادة الجيدة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية المشيدة في المديرية. وأوضحت مسؤولة المرأة في المديرية السيدة تسقوين قبر سلاسة عن تحقيق نتائج مرضية لتقوية دور المرأة في التنمية وإحداث تغيير إيجابي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وحثت للدفع بالإنجازات التي تحققت لوجود عادات ضارة تحتاج لمزيد من النضال. ودعت المرأة الشابة للتصدي بوعي للعادات الضارة.
وأوضحت الطالبات بأن حملات التعبئة لها دور كبير لرفع الوعي، مؤكدات للمساهمة بدورهن لتقوية عمل الاتحاد. إلى وقفة قصيرة والأنباء العالمية. قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري بالقرب من وكالة الاستخبارات في العاصمة الأفغانية كابول حسب ما صرح به مسؤولون. وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 5 أشخاص آخرين عندما فجر الانتحاري نفسه بينما كانوا موظفو الوكالة في طريقهم إلى العمل. وأشار التقارير إلى أن من بين الضحايا سيدات كن في سيارة تعبر الطريق. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وزادت وتيرة التفجيرات الانتحارية في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة. قالت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف دعا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما. ونقل عن لافروف قوله أن روسيا مستعدة للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات. ولطالما دعت موسكو واشنطن وبيونغ يانغ إلى إجراء محادثات لوقف تصعيد التوترات المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ هي من أعمال الحرب وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد. تأهبت سلطات فيتنام لنقل 1,000,000 شخص من مناطق منخفضة على الساحل الجنوبي للبلاد مع اقتراب إعصار تسبب في سيول وانهيارات طينية في الفلبين وأودى بحياة أكثر من 230 شخصا. وقالت لجنة مواجهة الكوارث في فيتنام أن السلطات أجلت 74,000 شخص من مناطق في مسار الإعصار بينما تستعد السلطات في 15 إقليما ومدينة لنقل ما يزيد عن 1,000,000 مواطن. وأمرت الحكومة بحماية منصات الحفر وناقلات النفط وحذرت نحو 62,000 زوار صيد من المغامرة بالنزول إلى مياه البحر. وتتعرض فيتنام والفلبين بشكل منتظم للعاصفة التي تتشكل فوق المياه الدافئة للمحيط الهادي وتتحرك غربا نحو اليابسة. وسيكون تنبين الإعصار السادس عشر الذي يضرب فيتنام هذا العام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.